سلام الله عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نكسر الغياب ونحيد الكسل، لأن بصراحة رجع فيه واحد الكسل عجيب غريب. ما بقيت كنقدر نصور ولا نعمل المونتاج. كانوا عندي جوج فيديوهات مصورين، واحد منهم هو هذا، فما قدرتش نعمل المونتاج. وهذا الشيء طبعا ناتج عن بعض الظروف اللي مرينا بها، وخاصة أنه وقعوا 3 ديال الوفيات في العائلة ديالي. فصراحة كيبقى واحد الحزن عميق في القلب اللي ما كيخليك تعمل والو. الله يرحمهم والله يرحم جميع المسلمين. هنايا وصلنا للغابة ديال فيليز مالاغا. تما كاينه واحد الصديقة ديالي، فاتفقنا أننا نتلاقاو في هذا النهار، ماشي بعيد عليا بزاف، فقط ساعة و15 دقيقة كنكون عندها. فاتفقنا نتقاسموا التحضيرات وناخذوا كل شيء جاهز، سلطات مقبلات وحتى المشاوي جهزناهم في الدار، لأن في هذه الغابة كاين الأماكن مخصصة للشوي، كذلك كاين الماء، يعني المرافق الضرورية كلها كاينة وموجودة. ما عليكم إلا تجهزوا الأكل ديالكم في الدار أو تعملوا غير سندويشات بساط وتمشيو وتجلسوا وتدوزوا نهار مع هاد الاشجار. وخاصه اذا مشيتوا مع شي ناس اللي نتوما كتبغيوهم كترتاحوا معاهم، يستمعوا لكم باهتمام وكتسمعوهم باهتمام، وبهيدا كدوزوا واحد النهار اللي كتفرغوا فيه داك الشحنه الطاقه السلبيه اللي جمعتوها من اسابيع، وكتشحنوا راسكم بالطاقه الايجابيه. اجيو نعملوا اطلال على الصديقه ديالي وهي كتجهز لنا السلطه اللي خاصه بها، صراحه كتجي لذيذه، نفس المكونات المعتاده، يعني الطماطم والخيار والبصله والخس. هي كتزيد معاهم التفاح والكيوي والقرقاع، وفي بلاصه ما غادي تعصر الحامض اولا الخل هي كتعمل العصير ديال البرتقال، صراحه كيجي فيه واحد المذاق مميز. ودابا كنحضر الدجاج اللي تبلتهم في الدار بالتوابل ديال الاعشاب الصحيه اللي حضرتهم انا بنفسي، وسبق لي وعدتكم انني غادي ننزل الفيديو ديال توابل الدجاج، ولكن ما كتبش. ان شاء الله الفيديو المقبل غادي يكون ديال توابل الدجاج، ونعطيكم بعض الاقتراحات كيفاش غادي تستعملوا هاد التوابل. وشوفوا معايا هاد التحفه الفنيه ديال الباذنجان. هذا الباذنجان محضر ب3 ديال الطرق، تخيلوا معايا كل مذاق مختلف على الثاني، ولكن القاسم المشترك هو الباذنجان. غنخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو في صندوق الوصف، لان سبقنا عملناه سابقا، ولكن بزاف اللي ما شافوهش او اللي نساوه غادي نذكركم به، لان فعلا نبغيكم انكم تعملوا هاد المقبلات، تجهزوهم للضيوف ديالكم او تستمتعوا بهم نتوما في فصل الصيف. وهنايا كنجهزوا الكفته، فحتى الكفته بغيتكم تجربوها الطريقه هذه، لان عندي ليها واحد السر باش كتجي فتيه وكتجي فيها واحد النكهه اللي رائعه. اول سر اللي هو كتبشروا فيها واحد مطيشه في المبشره الرقيقه اللي كتعطيها الطراوه، واخا كتشوى الكفته كتبقى فتيه. وثاني سر اللي خصكم تكونوا محتفظين بالشحمه ديال الغنمي في المجمد ديالكم، طبعا في العيد الكبير غسلوا داك الشحمه وخليوها حتى تنشف وروليوها وعملوها في المجمد. فين ما تبغيو تخلطوا الكفته اللي غادي تكونوا غتعملوها في الفاخر، ضروري تبشروا شويه من داك الشحمه ديال الغنمي اللي كتعطيها واحد النكهه مميزه جدا. اللي دقها عندكم غادي تعجبو. وباش نكملوا المعادله غادي نضيفوا لها واحد رشيشه ديال بودره الثوم. اما بالنسبه للتوابل الاخرى فقط غادي تعملوا القليل من زريعه القزبر والقليل من السودانيه الحاره وشويه ديال الكمون ومليحه، قزبر ومعدنوس وبصيله مبشوره. ما غادي تعملوا لا خرقوم ولا سكينجبر ولا زيت حتى حاجه، فقط هادو اللي ذكرت معاكم. تخدموها مزيان، تعجنوها مزيان، وملي تكونوا يعني كتوجدوها باش تعملوها في الشوايه ما تزيروش عليها مزيان بين الاصابع ديالكم، خليوها مرخوفه باش كتشوى مزيان وما كتجيش مدقصه من الداخل. كتدخل ليها النار حتى لداخل وكتخلي داك الشحمه فين غتذوب، فكتجي رائعه جدا. جربوها بهذه الطريقه هذه وغادي تعجبكم. شي مره ان شاء الله الا لقيت الوقت وما كانش هي الكسل نجهزها معكم في فيديو خاص باذن الله. ودابا جات الساعه ديال القهوه والحليوه واتاي والجلسه الرائعه مع الحباب.
الرساله اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو هو ان الا بغيتوا تخرجوا تفوجوا دوزوا واحد النهار اللي رائع مع اصحابكم ولا احبابكم او لا حتى بوحدكم، فماشي شرط اننا نهرسوا الميزانيه ونخسروا بزاف ديال الفلوس باش ندوزوا واحد النهار اللي هو رائع وحنا محتاجين ليلو. ممكن اننا نخرجوا معنا من الدار داكشي اللي كناكلوه في الدار ونمشيو لاي مكان مستحب عندنا وندوزوا نهار اللي هو رائع وليداتنا يفرحوا وينقزوا وبلا ما نكلفوا على نفوسنا. مع هذا المقطع الرائع ديال اتاي هو كيتكب في الكيسان وغادي نقول الله يعطي الصحه اللي وجدو، بغيت نصور معكم هذه اللقطه الاخيره المكان اللي كنا فيه. وهنايا عندي رساله، يعني شوفوا المكان كيف جينا لقيناه نظيف، حتى ملي غادي نمشيو فحالنا نخليوه نظيف. فدائما خذوا معكم الاكياس البلاستيكيه اللي مخصصه للنفايات، فملي تبغيو تمشيو نظفوا المكان اللي نتوما لقيتوه نظيف، ما تخليوهش موسخ وتخليو النفايات ديالكم مليوحه في الارض. بكيس بلاستيكي غادي تجمعوا داك النفايات وغديوها معكم اولا غادي ترميوها في المكان المخصص ديالها، فما غادي تخسروا والو، بالعكس غادي تخليو المكان نقي للشخص اللي غادي يجي من بعدكم. وهنايا كان تسالى النهار ديالنا وكنا في طريق العوده، كان نهار رائع مع الصديقه ديالي والزوج ديالها وبنتهم. نعاودوه ان شاء الله في القريب العاجل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.